السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد يا حبايبي. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات الكتاب المدرسي صفحة 43 و 44. يلا يا حبايبي ونقول بسم الله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل الكتب المدرسية بأمر الله. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النشاط واحد بيقول لك صفحة 43 يا ولاد، بيقول لك أكمل بكلمات مناسبة مما يلي. مديك بعض الكلمات كده وبيقول لك اقرأ الفقرة ديت وحط الكلمة المناسبة مع سياق الجملة. طيب بيقول لك هنا كلمة متكاملة وكلمة السمنة وكلمة المائدة وكلمة الطاقة. دعاني صديقي زين إلى الغداء في بيته ووضعت أمه على الطاولة أو على المائدة، اللي هي المائدة يا شباب أهي كلمة المائدة، العديد من أصناف الطعام. حاولت أن أختار بعض الأصناف المختلفة لتكون الوجبة متكاملة. يعني حاول ان هو يختار اصناف مختلفة، يعني كم صنف، يعني ما ياكلش صنف واحد. واخذت ايضا من الحلويات لتعطيني الطاقة، ولم انسى ان تكون قطعة صغيرة حتى لا اصاب بالسمنة. يعني اخد حتة حلويات، حتة صغيرة عشان خاطر ما يصابش بالسمنة. يبقى اول كلمة المائدة، تاني كلمة متكاملة، تالت كلمة الطاقة، رابع كلمة السمنة. بيقول لك انظر وعبر مستخدما لام التعليل كما بالمثال. تأكل البنت وجبة متكاملة لتكون قوية. يلعب الولد الرياضة ليكون رياضيا. يبقى هنا يا شباب احنا كملنا بلام التعليل اللي هنقوله هنا لتكون قوية. هنا يلعب الولد الرياضة ليكون رياضيا. يلا يا حبايبي نشاط 3 أكمل بما هو مطلوب بين القوسين. بيقول لك حط لي أداة استفهام مناسبة. ذهبت في الأجازة ذهبت إلى جدي. يبقى هو بيسأله بيقول له أين ذهبت في الأجازة؟ يبقى نحط أداة الاستفهام أين ذهبت في الأجازة؟ ذهبت إلى جدي. حط فعل مضارع يبقى تأكل فريدة الطعام أو طعاما غنيا بالفيتامينات. يبقى تأكل فعل مضارع يا حبايبي. لماذا لم يحضر زياد اليوم إلى المدرسة؟ يبقى احنا هنا حطينا علامة ترقيم اللي هي علامة استفهام، لأن السؤال بدأ بإيه؟ بدأ بلماذا، ولماذا دي أداة استفهام، نحط علامة استفهام. حلينا صفحة 43 يا حبايبي، ننتقل لصفحة 44. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. يلا بينا. صفحة 44 بيقول لك اقرأ ثم أجب. يؤكد علماء التغذية أن تناول 3 وجبات رئيسية مع وجبات خفيفة بينها بيعد من الطرائق الفعالة للمحافظة على طاقة الجسم ووزنه الصحي، وأن وجبة الإفطار هي أهم الوجبات في اليوم، فيجب على الإنسان أن يتناول وجبة فطور متكاملة في الصباح تحتوي على حبوب وبروتينات كالبيض وثمرة فاكهة لتعطيه طاقة لإنجاز أعماله. كما أكد العلماء أيضا ضرورة شرب الماء، فالإنسان يحتاج إلى شرب 8 أكواب ماء في اليوم. يجب على الإنسان أن يتناول عدد هتقول له إيه؟ قال لك هنا إيه؟ 3 وجبات. قال لك 3 وجبات رئيسية. يبقى نضع كلمة 3. يحتاج الإنسان إلى شرب 8 أكواب ماء. 8 أكواب ماء. يبقى الإنسان بيحتاج إن هو يشرب في اليوم 8 كوبايات مية. يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على حبوب وبروتينات وفاكهة. ما هو قالك تحتوي على حبوب وبروتينات وفاكهة. طيب يلا يا حبايبي استخرج من الفقرة مفرد ثمار ثمرة اهي يا حبايبي. كلمة معنى كلمة قدرة معناها طاقة اهي يا شباب. يلا استخرج كلمة بها مد بالألف. هنقوله كلمة العلماء فمد بالألف. إنجاز بها مد بالألف. تناول بها مد بالألف. كلمة الماء بها مد بالألف. أكواب بها مد بالألف. صباح بها مد بالألف. وجبات بها مد بالألف.
طرائق بها مد بالألف. علماء مد بالألف. خلاص يا حبايبي. يبقى احنا كده كلمة الإفطار بها مد بالألف. طاقة مد بالألف. فعالة مد بالألف. شايفين المد بالألف كتير ازاي؟ عندك كلمات كتير جدا بها مد بالألف. يلا يا حبايبي، قالك وكلمة بها مد بالواو هتقول له كلمة فطور. وكلمة حبوب بها مد بالألف. وكلمة ايه؟ كلمة فطور وكلمة حبوب بها مد بالألف. خلاص يا حبايبي، مفيش هنا تاني كلمات. كنت عايزة اطلع لكم كمان كلمة ولا اتنين، مفيش تاني خلاص. يلا يا حبايبي، يبقى كلمة بها مد بالواو هتقول له فطور، وكلمة حبوب مد بالياء هتقول له كلمة خفيفة. خلاص. وقال لك هنا ايه؟ خفيفة مد بالايه؟ مد بالياء. خلاص. عايزة اشوف لكم كلمة كمان صحية، لا ما فيهاش مد بالياء. بس يا شباب ما فيش مد بالياء تاني. يلا اكتب مطوية بتحتوي على او بتحث على التعاون في البيت ومساعدة الأم والأب. أول حاجة نكتب العنوان بتاع المطوية، هنكتب ونقول التعاون. هنكتب ونقول التعاون شيء ضروري ومهم وصفة جميلة بتقوي العلاقات الحسنة في الأسرة وتسرع في إنجاز الأعمال وتشعرنا بالسعادة. يبقى التعاون ماله؟ هتقوله شيء ضروري ومهم وصفة جميلة بتقوي العلاقات الحسنة في الأسرة وتسرع في إنجاز الأعمال وتشعرنا بالسعادة. لماذا نتعاون؟ هنقول له لسرعة إنجاز الأعمال بسهولة وحب. خلاص يا شباب، يبقى احنا كده كتبنا مطوية بتحث على التعاون في البيت ومساعدة الأم والأب. كده حبايبي احنا وصلنا لنهاية الفيديو. حلينا مع بعض صفحة 43 وصفحة 44 من كتاب المدرسة لغة عربية الصف الثالث الابتدائي. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله من حل التدريبات والواجبات والكتاب المدرسي بأمر الله. أشوفكم على خير وأتمنى لكم التوفيق والنجاح. ذاكروا كويس يا حبايبي، مع السلامة.